اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من ملخصات سمر وعبد القادر. معانا النهارده الجزء الثاني من ملخص مسلسل الكوري الجنوبي كاتش ذا جوست او اقفش الشبح. بتبدأ بقى الحلقة الرابعة مع جي سوك وهو بيقرا وصية أجاشي وبيعرف إنه هيقتل حد أو عيلته هتتأذي، وبيشوفوا صور لمحل كعك الجوز. وبيفتكر جي سوك إن صاحب الساعة الذهبية اتكلم عن المحل ده وإنه مسبب لهم مشاكل، وبيفكر جي سوك إنه هيقتل صاحب المحل، وريونج بتقدر تحدد مكان المحل فين بالظبط في المترو وبيتحركوا على هناك. وبيروح جي سوك على المحل بس بيلاقوا باس هناك وبيستغربوا ايه اللي بيجيب باس عند المحل، وفي جريمة هتحصل وبالشكل ده هيتشكك فيه. وبيعرف جي سوك ان صاحب المحل مش هو الهدف وان اجاش هيقتل باس، وده معناه ان صاحب الساعة الذهبية خان باس، وبيشوفوا باس وبيراقبوه لكنه بيهرب منهم، وبيثبت اجاشي باس بالمسدس وبعدها بيتحرك من المترو. وبنروح لجي سوك اللي بيدور على اجاشي في المترو ومش بيلاقيه. وفي الوقت ده اجاشي كان مثبت باس على سور البحر وبيقول له ينط وهو كمان هينط وراه ويموتوا مع بعض بقى. بس بيجي جي سوكو بيحاول انه يهدي اجاشي ويقنعه ما ينتحرش، بس باس بيضرب ايد اجاشي وبيقع منه المسدس، واجاشي بيقول له انه خلاه يوقع لعبه ابنه. وبنعرف ان المسدس اللي كان مع اجاشي لعبه، وكان اجاشي هينط بس بتيجي ريو وكان معاها جهاز الاغاني بتاع البياع المتجول، وبيهدي اجاشي لما بيسمع الاغنيه اللي بيحبها ابنه، وكان هينزل بس كان هيقع في البحر لكن جي سوك وريو بينقذوه زي ماما زمانها جايه وهكذا. وبنروح لمركز الشرطه وبيتقبض على باس والمساعد بتاعه، وكمان بيتقبض على اجاشي، بس جي سوك بيطمنه بيقول له انه هياخد حكم مخفف لانه اتهدد بعيلته. وبعدها كانت ريونج في شغلها بالليل وبتلاقي صورة ليها وهي في الشغل، وبتعرف إن في حد بيراقبها، وبتدخل في النفق وبتلاقي أوضة وبتدخل فيها بس مش بتلاقي فيها أي دليل على الشبح. وبعدها لاعب الفنون القتالية كيم وون ومعاه صديقته هاي جين بيوصلوا محطة المترو عشان الشرطة بتحتفل بيه، وبيسلم على الموظفين وبيدخل هو وصديقته عشان يلبسوا لبس الشرطة، بس بتسمع ريونج صوت خبط وبتدخل الأوضة تلاقي هاي جين على الأرض وعلى وشها آثار ضرب، وبتعرف إن كيم بيضربها. وبعد الزيارة ما بتخلص بتراجع ريونج الكاميرات وبتشوف إن كيم ضرب هاي جين فعلا، وبتحاول ريونج إنها تقنع جي سوك يساعد هاي جين لكنه بيقول لها إنهم لازم يدوروا على عصابة الجراد. وبيروح جي سوك عشان يقابل كيم وسونج، وكانت موجودة ماري، وبنعرف إن كيم سونج تبقى أم ماري، وبتقول لها أمها إن جي سوك كان من النخبة في الكلية بس دافن نفسه شرطة المترو معرفش ليه اللي هي أقل من قدراته، بص لابن خالتك يا أخي. وكمان بنعرف إن ماري كانت مرتبطة بجي سوك بس انفصلوا، وبتخرج ماري ورا جي سوك وبتفتكر لما كانوا شغالين مع بعض. وكمان جي سوك بيفتكر الوقت ده بس أمه ساعتها تعبت وكانت محتاجة حد يراعيها، وعشان كده بيروح شرطة المترو وماري بتتعارك معاه وبتقول له إنه فاشل، وبيسيبوا بعض ساعتها والاتنين بيرجعوا من ذكرياتهم، وماري بتقول له إنه ممكن يرجع يشتغل معاها في أي وقت وبتمشي. وبعدها بيدور جي سوك عن مكان المحل اللي باع للجراد الأقنعة لكن مش بيوصلوا لحاجة. وريونج بتكلم جي سوك وبتقول له إنها لقت عنوان ممكن يوصلهم لحاجة تخص الجراد، وبيروحوا البيت مع بعض، بس هناك بيعرف جي سوك إن ريونج بتكذب عليه وإن ده بيت كيم وون وهي جاية عشان هاي جين، وهي بتقنعه إنهم لازم يساعدوها وبيدخلوا البيت. وفي الوقت ده كيم كان بيضرب هاي جين والخاتم بتاعها بيقع، وبيوصل جي سوك وريونج بيقبضوا عليه وبياخدوه على مقرهم. وريونج كانت قاعده مع هاي جين وكيم بيقوم وبيعتذر ليها وبيقول لها انه بيحبها، وهي بتسامحه وبتقرر ما تقدمش فيه بلاغ. وبعدها بيعرف جي سوك ان كيم كان متهم في قتل صديقته السابقه، بس القضيه قفلت على انها سرقه عشان الخاتم بتاعها والمحفظه ما كانوش موجودين، ولما بتشوف ريونج الخاتم بتفتكر انها شافت هاي جين لابساه. وبتبدأ الحلقة مع هاي جين وهي ماشية مع كيم وون، بس ريو بتاخدها على جنب وبتقول لها على اللي عرفته عن كيم، لكن هاي جين بترفض تصدق ان كيم ممكن يقتل، وبتخرج معاه وبيروحوا على بيتهم وكيم بيشوف الخاتم وهو مرمي على الأرض. وبعدها بتروح ريونج عند بيت كيم وبتتصل بهاي جين عشان تقنعها تسيب كيم وون، بس هي بترفض. وبيشوف كيم ريونج عند البيت، وبعدها بتركب ريونج المترو وبيتصل بيها جي سوك، بس كيم وون بيضربها وهو مغطي وشه وبيسبب لها إصابات كتيرة جدا وبيمشي. وبيسمع جي سوك اللي حصل على التليفون، وفي الوقت ده بتشوف ريونج شخص غامض وماسك حبل بس بيمشي وبيسيبها، وبعدها بيلاقيها جي سوك وبينقلها للمستشفى. وبيعرف جي سوك من الكاميرات ان في شخص منظره غريب كده كان بيراقب ريونج وعنده تقلصات في كتفه، وبعدها بيشوف شخص ضخم شبه كيم وون بس وشه مش ظاهر وبيركب العربيه ورا ريونج. وبنروح لكيم وون اللي بيقول لهاي جين انه اتصرف مع ريونج ومش
هتضايقها تاني وبيخرج بكل برود كده، وبعدها بتدور هاي جين وبتلاقي الخاتم والمحفظة اللي يدينه كيم وون بس بيدخل عليها. وبنروح لجي سوك اللي بيروح المستشفى، وبتكون روينج اتحسنت شوية وبتقوله ان كيم وون هو اللي ضربها، وهو بيتعصب وبيروح بيت كيم وون وبيدخل معاه حلبة التمرين وبيتعارك معاه في الأول. كيم كان متفوق بس بعدها جي سوك بيسيطر عليه وبيضربه، وبعدها بيدور على هاي جين وبيلاقيها في ركن خايفة والشرطة بتقبض على كيم وون. وبعدها بتروح هاي جين المستشفى لريونج وبتشكرها عشان ساعدتها وبتديها فلاشة عليها فيديو لجي سوك وهو بيتعارك مع كيم. وبعدها بيدخل جي سوك عليها وهي بتسأله ايه اللي في وشه ده، وبيقول لها انه وقع وهو سكران عادي يعني. وبعدها جي سوك وريونج بيروحوا عليه وبيعرفوا ان في بنت كانت مسميه نفسها افوكادو عملت فيديو على اليوتيوب، عقبالنا يا رب، وبعدها اختفت والناس فاكره ان اللي عمل كده الشبح اللي بيقتل الناس في المترو بتاع الانفاق ده. وبعدها بيتنكروا عشان يراقبوا المترو وبيمسكوا المتحرشين، وفعلا بيمسكوا مجموعه كبيره منهم. وبعدها بيخرجوا يراقبوا المترو من بره، وبيشوف جي سوك ماري وبتقول له انها مسكت القضيه بتاعت بنت الافوكادو، وبيقول لها انه سمع عنها. وبعدها كيم بيتكلم مع ريونج وبيقول لها انه عايزها تنضم ليه عشان يمسكوا الشبح، بس هي بترفض وبترجع لجيسوك. وبعدها بيروحوا يحتفلوا مع الناس في الشارع لان كان في احتفال في اليوم ده اصلا كده كده، وبيرقصوا وبيبقى واضح انه قربوا من بعض جدا. بتبدأ الحلقة مع ريونج وهي قاعدة مع جي سوك بياكلوا وبيتكلموا مع بعض، بعدها بيروحوا يركبوا المترو وريو كانت مرهقة وبتنام، وبيلاحظ جي سوك إن في شخص غريب بيقعد جنب بنت وبيسرق المحفظة بتاعتها. وبعدها بيخرج من عربية المترو وبيمشي وراه جي سوك وبيحاول إنه يوقفه، لكن بيخرج سكينة وبيحاول يطعنه بيها وبيهرب منه. وبيتصل بعدها جي سوك بريونج وبيقول لها إن البنت النايمة قدامها اتسرقت، وبيطلب منها تاخدها وتنزل من القطر وما تحاولش تمسك الحرامي لأنه مش مجرد حرامي، لأنه على طول سرق المحفظة، والحرامية عادة بيسرقوا المجوهرات لانها اسهل. وفعلا ريونج بتخرج هي والبنت وبتقابل جي سوك، وبعدها جي سوك يوصل لدليل يوصله للحرامي. بيروحوا يقابلوا بنت من اللي اتسرقوا بس هي بتقول لهم ان مفيش حاجه اتسرقت. وبعدها بيعرفوا ان بنت الافوكادو هي كمان اتسرقت في نفس اليوم اللي اختفت فيه، وبيروحوا بيتها لكن مش بتفتح، وجارتها بتقول لهم ان البنت دي مشيت من فتره. وبعدها بنروح لماري اللي بتقابل جي سوك لانها اتكلفت تعرف ايه اللي حصل لبنت الافوكادو، وبيدوروا مع بعض عن اي خيط يوصلهم ليها. وفي الوقت ده شبح المترو كان ماشي في النفق ومعاه جثه وبيخبيها في النفق، وبيروح على المخبأ بتاعه وبنشوف صورة ريونج موجودة معاه وبيرمي الصورة. وبنروح لريونج اللي بتقرر انها تسيب جي سوك عشان مشاعرها ممكن تعطلها، وبتروح النفق وبتلاقي مكان سري مش موجود في مخططات النفق، وبتكون عايزة تعرف ليه القاتل سابها، وبتلاقي حتة قماش من هدومه. وبعد كده ريونج بتتكلم مع جي سوك وبتقول له انها عايزة تسيبه وتشتغل مع حد غيره، وهو بيتضايق من كلامها بس بيقول لها تعمل اللي هي عايزاه. وبعدها بيحددوا مكان بنت الافوكادو وبيطلع انها لسه عايشة، وبيقابلوها وبتقول لهم انها سليمه ومفيش حاجه حصلت، بس كان واضح عليها انها بتتصرف بشكل غريب. وبعدها بيروحوا يقابلوا ماري وبيقول لهم جي سوك انه شاكك ان بنت الافوكادو دي اتعرضت لاعتداء بسبب تصرفاتها وكانها بتحاول تخفي اثار الاعتداء. وماري بتقول ان الشخص ده بيستهدف البنات اللي جايين من الحفلات وبيعرف عناوينهم من المحافظ. وبتدخل كيم سونج وبتقول لهم يشتغلوا مع بعض في القضيه دي، وكيم بيقترح انهم يبدلوا الشركاء مع بعض وريونج بتوافق. بتبدأ الحلقة مع جي سوك وهو راكب مع ماري عشان ياخدوا أقوال واحدة من الضحايا، وبيجي اتصال لجي سوك من أمه بيقول إن ميونج تشول، وده اسم أبوه يعني بالمناسبة. وبتستغرب ماري من اللي حصل وبتسأله هو ليه عمل كده، وهو بيقولها إن مفيش حاجة. وبنروح لريونج وكيم وهما بيتكلموا مع واحدة من الضحايا بس بترفض إنها تقول أي حاجة. وفي الوقت ده ماري بتقول لجي سوك إنها عرفت إنه كان بيكلم أمه، وبعدها بتمشي. وبنرجع لريونج اللي بتلاقي نور شقة البنت اللي كانت عندها مفتوح، وبتفضل طول الليل بايته بره بيتها، وتاني يوم الصبح بتديها فطار والبنت بتتأثر جدا. وبعدها بتنزل فيديو على اليوتيوب بتحكي فيه اللي حصل، وكمان باقي البنات بتتشجع وبيبلغوا. وبنعرف ان المجرم شغال كهربائي اصلا في محطة المترو، والبنات كمان بيقولوا ان كان في حاجة ملزوقة على رجليه. وجي سوك بيعرف انها جي بي اس وان الراجل عليه قواضي بيتم تحديد مكانه في محطة المترو، بس الراجل بيهرب منهم لكنهم بيوصلوا لمكانه، بس هو بيصب ميه على الارض وبيهدد انه يكهربهم كلهم، لكن ريونج بتخلي السلك يكهربه هو وبيتقبض عليه، والمجني عليهم بيشكروا ريونج على مساعدتها. وبعدها ريو بتقرر انها تسيب الشغل مع جي سوك وبتشتغل مع كيم، وجي سوك بيطلب من جونج انه يشتغل معاه وريونج هو بيوافق. وبنروح لماري اللي بتروح تتكلم مع امها وبتلومها لانها كانت عارفه ليه جي سوك سابها، وبنعرف ان جي سوك قال لكيم سونج على موضوع امه ده وانه عايز ينفصل عن بنتها لانه هيتنقل لشرطه المترو ومش هيبقى ليه مستقبل. وبيروح جي سوك المستشفى بتاعت امه، لكن الممرضه بتقوله انها مش هينفع تكمل معاه عشان شغل هو بيتأخر في فلوس، وبيقول لها انه باع بيته عشان يدفع الفلوس لكنها بترفض. بس بتيجي واحدة اسمها تشول كينج تقول له انها هتراعي امه وبيديها نمرة تليفونه.
وبعدها بيروح جي سوك عشان ينقل حاجته من البيت وما كانش عارف هيروح فين. وبعدها بيروح الشغل بيقول لريونج انها هتشتغل مع جونج، وبتكلمه ماري وبتقوله انها عايزه تشوفه، وبتسمعه ريونج وبيبقى واضح انها حاسه بالغيره. وبعدها بتمشي ريونج وبيتصل بيها جي سوك وبيقول لها على شويه حاجات تعملها قبل ما تسيب الشغل معاه، وبيطلب منها تسجل المكالمه. وبعد شويه بتروح تقابل صديقتها مي هيون اللي بتطلع ممرضه شغاله في المستشفى اللي قاعده فيها ام جي سوك، وبتشوف ريونج ام جي سوك. وفي الوقت ده جي سوك بيقعد مع ماري وبتقول له ليه ما قالش ليه عن موضوع امه ده. بنروح لرونج اللي قاعده مع صديقتها وبتقول لها على اللي حصل مع جي سوك، وبتقترح عليها صديقتها انها تكلمه عشان تعتذر له عن اسلوبها معاه. ولما بتكلمه ما بيردش، وبتبعت له رساله صوتيه بتقول له كلام حلو فيها، بس بتقرر انها تمسح الريكورد، بس خلاص اتبعت بقى. وبتقرر انها تروح تمسح الريكورد، وبتفتكر هي سمعته كان رايح فين، وبتروح وراه بس كانت مش عارفه هو في انه مطعم بالظبط. وبتبص من ازاز المطعم وجيسوك كان قاعد، ومره واحده بيتخض وبيلاقي ريونج طالعه من الازاز، وبيتصل بيها وبيقول لها تدخل المطعم اللي كانت بتبص عليه. وبتدخل وبتكون حاسه بالغير على جيسوك من ماري، وبتصب المشروب على تليفون جيسوك كده وبتاخده الحمام عشان تنضفه، وبتحاول تمسح الريكورد لكنها مش بتعرف الباسورد يعني. وبتمسح كل ملف الرسائل وتريح دماغها. وبتدخل عليها ماري وتطلب منها ترجع التليفون، وبتقول لها انها هتقول لجيسوك هي ليه انضمت لشرطه المترو. وريونج بتتضايق وبتمشي وبتروح تقعد لوحدها وهي حزينه. تبدأ الحلقة مع ريونج وهي بتقابل كيم في المترو، وبيروحوا يدوروا في النفق وبتاخده على ممر مش موجود في مخطط النفق، وبيقدر كيم يكسر القضبان الحديد وبيوصلوا الأوضة مقفولة بقفل. وبنروح لجي سوك اللي بيروح الشغل بعد ما ريونج مشيت من الشغل، وبيقول إن الشغل بقى سهل ومريح وما فيهوش فرهضة. وبيدخل جونج وهو متبهدل وبيقول له أنت عشان كده سبتها تشتغل معايا، وبيقول له إنها نطت من الدور التاني وخليته ينط معاها. وجي سوك بيقول له شوية نصايح زي إنه ياكل ريونج باستمرار، ياكلها يعني عشان لما بتجوع بتبقى شرسه. وبعدها بتدخل ريو وبتاخد جونج عشان يكملوا شغل. والايام بتعدي كل واحد فيهم شغال لوحده. وفي يوم بينسى جي سوك تليفونه في الشغل، وبتلاقي ريو ان التليفون لسه عليه الريكورد، وبتحاول انها تمسحه وبتفتكر ان ممكن الباسورد يبقى عيد ميلاده، وبتروح وراه وتساله لكنه مش بيرد عليه. وبنشوف ان في حفله بيجهزوا لها في المترو، بيروح جي سوك عشان يشتري حاجه من المخبز، وبتروح وراه ريونج بس في ولد كان هيقع عليه دقيق وبيساعده جي سوك. وبيجي صاحب المخبز وبيزعق للولد جامد، وبنعرف ان ده كمان ابوه واسم الوالد هون. والوالد ده عنده توحد وبيصعب جدا على ريو، بتحاول انها تساعده وبتمشي. وبنروح لزميل جي سوك وبيقول ان عنده ميعاد مع بنت الساعه 3 لكنه ما يعرفش شكلها واول مره يقابلها، وبيحاولوا يوصلوا لاي حاجه في قضيه الجراد. بس جي سوك بيوصل لان ممكن يكونوا سرقوا اللبس، وفعلا بيدوروا بيلاقوا ان في حضانه اتسرق منها اللبس. وبيروح جي سوك عشان يشوف التسجيلات. وفي الوقت ده بيكون في حفل الفريق الشبح وفي بنت بتصور، وفي نفس الوقت صاحب المخبز بيقول لابنه انه رايح مشوار وراجع تاني على طول. وبعدها بتدخل واحده شكلها غريب كده على هون، وبنروح لابوه اللي كان بيسحب فلوس من البنك. وبنروح لجي سوك اللي بيجيب تسجيلات السرقه بتاعه الحضانه، وبيعرف شكل عصابه الجراد. وفي الوقت بتاع الجراد ده كانوا دخلوا بالفعل المترو وسرقوا عربيه كامله وقلبوا الناس في المحافظ والموبايلات. وبعد شويه بيدخل الناس اللي اتسرقوا على جي سوك عشان يعملوا بلاغات، والخبر بيوصل لقائده الشرطه، والنائب بتاعها بيقول لها انها تطرد جي سوك بقى. وبتعرف ماري الموضوع ده وبتكلم جي سوك وبتحذره. وبنرجع لجي سوك اللي بيوري صورة واحدة من العصابة البنت، وهي بتقول له إنها شافته وكان واقف جنبها وقال إن عنده ميعاد الساعة 3، وهي أصلا عندها ميعاد مع واحد. وبيسمع زميل جي سوك الكلام ده وبيعرف إن هي دي البنت اللي هيقابلها. وبنروح لصاحب المخبز اللي مش بيلاقي ابنه، وبيجي له اتصال إن ابنه مخطوف ولازم يدفع 100,000 دولار. والشرطة بتوصل لكن جي سوك بيمشي عشان يقبض على الجراد. وبتفضل ريو مع صاحب المخبز وبيجي له اتصال من الخاطف لكنه بيعرف إنه كلم الشرطة، وبتقول له إنه مش هيشوف ابنه تاني. وبعدها بيدخل صاحب المخبز يشتغل، وبتحاول ريو انها تتكلم معاه عشان ينقذ ابنه، وبتفتكر اختها وانها حبيبها انفصل عنها بسبب اختها جين. وبعدها ركبوا المترو مع بعض، وكانت جين عايزه تنزل انها خايفه، بس ريو بتسيبها لوحدها وبتنزل من المترو. بعدها بتعرف انها غلطت لكن المترو بيتحرك ومش بتلاقي ريو اختها، وبتقعد تعيط ومش بتلاقي اختها. وبنرجع لصاحب المخبز اللي بيقول ان الفلوس اللي معاه دي تحويشه عمره ومش هيتخلى عنهم ابدا، وبيقول لريو انها ما تعرفش يعني ايه تربي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه، وبيطرد ريو والشرطه. وبعدها ريو بترجع مقر الشرطه وبتشوف البنت اللي اتسرق منها التليفون، وبتاخدها لمكان الحفله. والبنت بتقول لها انها صورت الحفله، وبتعرف ريو ان الفيديو اللي على تليفونها ده جايب مدخل المخبز ده، وبكده ممكن تعرف مين اللي خطف هون. بس البنت تليفونها اتسرق من الجراد. وبتروح بعدها لجي سوك وتقول انها هتساعده عشان يقبض على الجراد. وبيوصلوا لواحد منهم بس هو بيهرب وبيرمي الشنطه اللي فيها التليفونات في عربيه زباله، وهو بيركب تاكسي وبيهرب. وبنروح لجي سوك اللي بيركب السكوتر مع ريو،
بس هي بتوقعه لانها مش هتطارد الحرامي وتروح ورا الشنطه اللي فيها التليفون اللي عليه الفيديو اللي ينقذ هون. وبيحاول جي سوك يركب تاكسي، بس بيجي له اتصال من زميله بيقول له ان ريو بتحاول ترجع تليفون البنت اللي اتسرق عشان تنقذ هون. وبعد شويه بتوصل ريو مكب القمامة وبتدور على الشنطة لكنها مش بتلاقيها، وبتعيط وبتقول إنها غلطانة. وبيكون جي سوك واقف وسامع وبيستغرب هي بتتكلم على إيه بالظبط. وبكده يكون خلص مسلسلنا النهاردة. تابعونا في الملخصات الجاية والفيديوهات الجاية من ملخصات سمر وعبد القادر. ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وكمان اللايك والكومنت والشير عشان تدعمنا بكل الطرق. سلام.